اخر اخبار كرة القدم، عمر مرموش سيرحل خلاص بالفعل من مانشستر سيتي في يناير، والاقرب لضمه روما او توتنهام. فهنشوف هو هيتعاقد هيروح فين ان شاء الله في يناير، لانه خلاص ملوش مكان في مانشستر سيتي، لانه على طول قاعد على الدكة. كمان محمد نادي فنربخشة التركي دخل، يعني عملوا اتصالاتهم مع نادي برشلونة، عاوزين يضموا مع وكيل لاعب كمان محمد صلاح عشان يضموه في يناير المقبل من ليفربول. هل محمد صلاح هيوافق وفريق ليفربول هيوافق ولا لا؟ هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. كمان وزير الرياضه بيعلن تجميد اتحاد السباحه وتعيين لجنه مؤقته بعد احاله مجلس المحاكمه بعد وفاه استشهد السباح ده اللي هو يوسف محمد. كانت مشكله كبيره كده، والسباح ده مات، وكان في مشاكل كبيرة في اتحاد السباحة في مصر. كمان مهدي سليمان مستمر في حراسة المرمى أمام سموحة في كأس العاصمة إن شاء الله، ماتش بكرة. كمان عندنا استمرار مشاركة أشمبونج ده لاعب في تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس العاصمة، عشان بيسوقوه عشان يرحل في يناير المقبل. ترابزون التركي بيرغب في ضم في استعارة اللاعب أسامة أبو علي من نادي كولومبوس الأمريكي، واعتقد رغبة اللاعب ان هو للرحيل، لان هو كمان مبقاش يلعب في الفريق. فاعتقد هو خلاص هيروح فريق طرابزون التركي، وكده هياخد الاهلي هياخد فلوس من الموضوع ده. كمان بيراميدز بيستقر على خوض معسكر في ابو ظبي خلال شهر يناير المقبل فترة التوقف الدولي. كمان الاتحاد الاسكندري في مفاوضات متقدمة لضم احمد قفة وياسر وحيد من ثنائي البنك الاهلي، وكمان الحصول على خدمات ناصر منسي للتدعيم في اليناير، لان الاتحاد مستواه ضايع خالص. فاللعيبة دي لو جت الاتحاد ممكن يرجع تاني لمستواه. كمان هناك رغبة داخل نادي يوفنتوس للتعاقد مع تونولي لاعب نيوكاسل. أما إندريك لاعب ريال مدريد خلاص انتقل رسميا لسبيل الإعارة لنادي أولمبيك ليون حتى نهاية الموسم. دي كانت أخبار كرة القدم النهاردة، متنسوش تعملوا لايك وشير ولا